امسك امسك. انت خدت ولسه ما خدتش؟ استنى انت خد. ها امسك يا ولد، خد. تحب الليمون انت؟ انا عارف. وانت خد. يلا ماشي. خدت يا حبيبي؟ لسه يا يلا يا ولاد كلوا. اللهم ادمها علينا نعمه واحفظها من الزوال يا رب. نعمة؟ هو انت ياما بتسمي اللي احنا فينا نعمة؟ خلاص خلاص يلا، حرمت حرمت خلاص. انت بتعيط؟ عندك دم على عيني يا ابني دمعتك. بس يا ابني الام مدرسه، واللي يا اخويا مش عاجبه حالنا ينزل يدور على شغل يساعدني على المعايش. يلا يا ابني كل انت وهو. بقول لكم ايه، طول عمري وانا شايله الهم على كتافي لاجل تتعلموا والناس تقول ايه، عرفت تربي وتطلع رجاله. ايوه يا حبايبي. كتر خيرك يا امه، جميلك ده هيفضل طوق في رقبتي. ربنا يا ابني يكملك بعقلك يا حبيبي، انت الوحيد اللي طلع في اخواتك حنين عليا. حبيبي. هات شويه ودي. خد حبيبتي يا امه. يا ابني، ده انت الوحيد اللي بتفكرني بابوي. طمنا يا رب. انت بتقول عليك الكلام ده ياما؟ ده بيتمسكن لحد ما يتمكن. شوف اما اقول لك انت وهو، انا مستعده اشيل الجل على كتافي، بس اشوفكم في احسن حال يا ابني. واذا ربنا كتب لي عمر عايزه اشوف اللي مهندس واللي دكتور واللي محامي. يا ابني انا عايشه لليوم ده. انا نفسي اشتغل في التجاره يا اما. تجاره؟ وماله يا ابني، خد شهادتك واعمل ما بدالك. وعايز تتاجر في ايه بقى حموكشه؟ اي حاجه يا توحه. تجارة سهلة يا حموكشه. اما انا بقى يا امه انا عاوز اطلع محامي. مهنه المحاماه دي بتكسب ذهب، بس الواحد يلعبها صح يا امه. وماله يا ابني، هو في احسن من ان الراجل المحامي يدافع يا ابني عن المظلوم؟ مظلوم مين يا امه؟ يوه ايوه يا ابني، انت عايز تطلع محامي يعني تدافع عن المظلومين عشان ربنا يكرمك في قرشك. ان شاء الله يا امه. هو بيتكلم في المحاماة في قضايا المخدرات، القضايا اللي بتجيب فلوس. ياما حمدي يقصد القضايا اللي بتجيب فلوس زي قضايا المخدرات. المخدرات؟ وقضايا الاداب بتجيب فلوس اكتر مخدرات يا توحه. ياما انا نفسي اطلع ظابط ياما. عندك حق. يبقى انا ظهري السند عليك. يا بلبل انا عايز اطلع ظابط جيش. الظابط الجيش دلوقتي الجيش هو اللي ماسك البلد دي وهو اللي حاميها. الف حمد وشكر لك يا رب. اما اقوم اعمل لكم الشاي. انا عايز علبه يا اما. انا بقى عايز شاي. احنا ناخد الاصوات. مين عاوز شاي؟ انا. وفق. بقول لك ايه يا بلبل، ما معكش 10 جنيه يا اخويا سمك؟ بطنك تقطع من جوه من الجوع. منين يا توحه؟ ما انت عارف البير وغطان. بقول لك ايه، ما تطبق لنا سندوتشين زي ما بتطبق لنا على طول. الراجل بتاع الكافيتيريا المره اللي فاتت لما رحت عشان اطبق السندوتشين اياهم قفشني وخلى شكلي زي الزفت قدام اليسوع والكوسباش، وبعد ما مسك في كرامه الارض راح بلغ في اداره المعهد. طب بقول لك ايه، تعالى معايا واحنا بنتصرف. يلا. وبعدين في الفقر اللي ملازمنا ده منك لله يابا. حتى امك اليومين دول صحتها مش عاجباني، صحتها في النازل. حتى الرجالين اللي بيجوا منها خدمتها في البيوت هيطيروا. لا ما حموكش، شوف اخوك حمدي بيقول ايه؟ خير يا حمدي ده ايه؟ يا عم بقول له امك اليومين دول صحتها في النازل. حتى الملمين اللي بيجوا لنا من خدمتها في البيوت مش هيجوا لنا، هيطيروا. فعلا لازم نودي امنا الدكتور، لان امنا لو نامت وحصل لها حاجه احنا هنتسوح. خلاص يا جماعه احنا نودوها المستشفى ونخلي الدكاتره هي اللي تشوفها، وانا هبلغ بلبل وفكري. على فكره يا جماعه احنا مجتمعين عشان نشوفوه علاج لامكم. على فكره بقى اي مستشفى دلوقتي غاليه قوي، والعلاج بقى غالي شويتين. حتى العلاج مش عارفين هنجيبوه منين. يعني معقول امكم مش موفره اي حاجه كده ولا كده، ولا مدكنه حاجه هنا ولا هنا؟ خلاص بقول لكم ايه، احنا نودوه مستشفى حكومه. مستشفى حكومه. هما مش بيقولوا ان العلاج في الحكومه ببلاش؟
يابا ايه؟ راجع من بدري قوي ليه كده؟ مش عوايدك يعني؟ مش قادرة يا ابني والله. بعيد عنك سكاكين بتقطع في معدتي. سلامتك يا ام عبد السلام. انا بقول ناخدوك دلوقتي على اقرب مستشفى ونكشفوا عليك. وعلى ايه يا ابن المصاريف؟ ياما هما ليه حبة نعناع يهدوكي شوية؟ كتر خيرك يا ابني. نعناع ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ احنا لازم نوديها دلوقتي المستشفى. أمر. مساء الخير يا باشا. مساء الخير يا ابني. انا يا باشا مش هكذب عليك واقول لك ان انا من امبارح انا واخواتي الاربعه ما حطيناش حاجه في بطننا. ومسكت لا حول ولا قوه الا بالله مريضه مش لاقيين بيها 1000 جنيه ثمن العلاج. شكلك عندك مشكلة. عندي يا باشا ومش هكذب عليك واقول لك ان انا بمثل حاجه لل 1000 جنيه دي. وعموما يا باشا ال 1000 جنيه اللي انا هاخدها منك دي هدعي لك بيها. احسن يا باشا ما ضميرك يأنبك كده ولا كده لا قدر الله تلاقي عربيه خبطتها ولا حاجه لا سمح الله تقع عليك تعمل لك حاجه كده ولا كده احنا في غنى عنها. اديني يا باشا ال 1000 جنيه ديت وانا اوعدك يا باشا على قدر الامكان ادعي لك بيها واقول ربنا يوقف لك ولاد الحلال. اسمك ايه؟ اسمي فتحي يا باشا. طيب خد منه ده والكارت التاني وتعالى لي العنوان اللي موجود في الكارت ده وان شاء الله مشكلتك محلولة. حكي لك يا باشا حكي لك. لكن انا يا باشا كنت شفت سيادتك قبل كده تقريبا في التلفزيون او حاجه زي كده. انا مواطن مصري. بسم الله ما شاء الله عليك يا باشا ياما عملت حاجات حلوه كتير في البلد. بس يا باشا كان لها رجاء عند سيادتك. المستشفيات محتاجه تتنظف شويه. المستشفيات يا باشا محتاجه تتعدل شويتين. ما ينفعش يا باشا المنظر اللي احنا كل ما بنروح نشوفه كده بالشكل ده. ان شاء الله تعالى لي على العنوان الموجود في الكارت وان شاء الله كل شيء محلول. عموما يا باشا ربنا يكرمك يا رب وما يحرمنا منك ويوقف لك ولاد الحلال دايما يا باشا. طيب يوه بوظت القافية. اهلا حموكشة، ازيك يا فرج؟ الحمد لله. تعالى يا حبيبي تعالى. والله يا ابني انت جيت في وقتك. اقعد استريح. كنت لسه بكتب حاجة انما ايه؟ تسمع؟ اسمع. انا بحب ذوقك يا حموكشة. اسمع يا سيدي. انت فين؟ انت فين يا بعيدة عني ومسهرة العين؟ قلبي فيه نبضة قلق، خايف يكون حاسس بيكي وانتي مش حاساه. نفسه يقول كلام كتير، كلام فيه احساس كبير. ده انت شمسي وانتي قمري، انت خيالي وانت ضدي. 4 حيطان وورقة وقلم شاهدين عليا، وضلمة في هدوء. يا دوب أول ما بكتب اسمك نورك يهل عليا، ولا لما بنام. ها يا حموكشة؟ صورتك بتجيلي في المنام، ضحكة وغمستين. يا بنت الناس عرفيني طريقك فين. بسمع موسيقى هادية واتخيلك جنبي، واشكيلك في هموم. ده راح وده جه، انا انسان ومش مفهوم. همومي انا بالكون، ولما حسيت بوجودك بقيت بيكي مجنون. بكتب في شعرك وانا قلقان، ودموعي نازله ومش بتبان. ومن حبك ليا مش دريان. بتحبيني ولا لا؟ حاسه بيا ولا لا؟ لكن انا عارف اني بحبك. لما بشوفك واقفه مع غيري تقيد ناري، تزيد حيرتي. بكون محتار، هموت واعرف ايه الاخبار. بيقول لها ايه؟ طب وليه؟ تقولوا لي انت غيران؟ ها؟ انا غيران؟ ده انا تعبان، ده انا بنام ورا فيها سرحان. صورتك في خيالي ما بتروحش، وفي تفكيري فيكي ما بسرحش، وفي بعدك عني ما برتاحش. دنيا
دنيا ما بتريحش. والله يا حموكشة، لا الحبيب عارف يعيش من غير حبيبته، ولا الوحيد عارف يعيش وما يفكرش. نرجع لمرجوعنا، لأن حبك ده موضوعنا. بحبك ومن حبك أنا فرحان، وعلى معرفتي بيكي مش ندمان، لأن من يوم ما عرفتك حسيت بجد إني إنسان. ليه بقى إنسان؟ ليه يا حموكشة؟ أنا ما كنتش قبليكي حيوان، ولا حتى كنت جبان. حبيت قبلك حبيت، بس زيك انت انا ما لقيت فيكي حنية، وابتسامتك غالية قوي عليا. هجيلك وانا طاير واقطع باقي دفاتر كان فيها ألم وخداع. واحد حب والتاني باع، كفاية عندي اني لقيتك. هقضي حياتي جنبك وهاجي لحد باب بيتك واطلب ايدك. ده انا عشت عمري بحلم بيكي، معقول اسيبك تضيعي من ايدي؟ حبيتك وهويتك وتمنيتك، واخيرا من الدنيا دي انا لقيتك. ايه رايك يا حموكشة حبيبي؟ ايه رايك يا حبيبي؟ لا جميل يا جميل. انت عارف ان انا بثق كتير في ذوقك. لا جميل. حلوه؟ جميل. مالك يا حموكشة في ايه؟ معلش انا عندي شويه ظروف ومشاكل كده، والدتي تعبانه محجوزه في المستشفى ومحتاج منك مبلغ مالي. اؤمر يا حبيبي، عينيا الاثنين. انا محتاج بس 50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ طب عشان 50,000 جنيه دي بقى امسك دي. ايه دي؟ دي كام؟ دي شيء جنيه. من 50,000 يبقوا كام؟ بهزر معاك يا راجل، ده عشان بس تجيب لي علبة سجاير، ومن العين دي قبل العين دي. السجاير؟ خير يا دكتور، طمني، امي حصل لها ايه؟ للأسف هو الحوض عندها تقريبا انتهى، ممكن يتغير. وتفضل اكلم كام يا دكتور؟ عشان نعمل حسابنا. يعني اعمل حسابك في فلوس زياده، عشان العكس والزيادة. والحوض دوت مش ممكن يستنى شويه يا دكتور؟ او ممكن نعمل له مرمات. انت عايز حالتها النفسية تتدمر، ممكن تموت فيها. لا، احنا لازم نعمل العمليه. والعمليه دي هتتكلف كام يا دكتور؟ بلوازمها يعني كده. يعني بلوازمها، انا عندي حاجة ستانلستين حلوة ومعاها ضمان 5 سنين، هتعمل لها في حدود 50,000 جنيه. كام؟ خد امك وروح يا ابني. حموكشة، هات امك ويلا حموكشة، يلا بس هو استنى بس، هو الدكتور قصده هيجيب لكم حاجه الماني تستحمل الصابون والبخار وتبس الميه يا جماعه. شكلهم حلو وشكلهم هيدفعوا والله. والارخص ده بكام يا دكتور؟ انت بتستقبل يا مدمن، احنا جايين ناكل عشان نركب حوض. يا جماعه هاتوا امكم ويلا بينا، هاتوا امكم ويلا بينا. مش كده يا جماعة، بالراحة شوية. أنا عندي حاجة 9 مللي تعمل لها 3000 جنيه على قد ظروفكم أنت وأخواتك. 9 مليون؟ طب احنا يا دكتور هنتشاوروا مع بعضينا وهنرد عليكم. هتستحمل، فرصة ما تتعوضش. هنشاور نفسينا. أول عقد أعمله مش هتلاقيه سوق الجمعة، عندنا هنا بس في المستشفى. شيل امك ويلا بينا. يلا بينا يا جماعه. يلا بينا. يلا يلا بينا يا جماعه. يلا بينا يا جماعه. انتوا بالله يا جماعة 1500 نخلص لكم الشغلانه. انت فين يا باشا؟ انا بحاول اتصل بيك مش عارف اوصل لك. خير يا باشا. انا كلمت لكم يا ابني بعض الاماكن الخيريه اللي هتطلع لكم ضريبه كويسه ان شاء الله، والخير هيعم عليكم باذن الله. ربنا يبارك لك يا باشا. ربنا يا رب يبارك لك. وان شاء الله الاسعاف هتوصل الصبح عند البيت، وهتاخد والدتك وتوديها المستشفى، وباذن الله هتعمل عمليه وتشوف. يا سلام يا باشا، لو كل الناس زيك كانت البلد نفعت من زمان. ربنا يخليهم يا رب يا باشا. اهو انا بقى دلوقتي هدعي لك ومن غير فلوس. ربنا يا رب يبارك لك يا باشا. ربنا يا رب ما يحرمنا منك يا باشا. ربنا يكرمك يا رب يا باشا. الحمد لله على السلامه يابا. نورت بيتك. الحرمه كلها ان انا جيت. ام مين يابا؟ امي نايمه تعبانه، سيبها نايمه شويه. حد هيقومها هم ولا هم انا؟ خلاص يابا، هم انا صحيح يابا. عاملين ايه يا ولاد؟ الحمد لله. الحقني يابا، امي ماتت يابا، ام كحه ماتت. ها سيبوا. امي يابا هم كمان؟
بس بس حبيبي بس بس مش عايز حد يعرف ان امكم ماتت خالص. والعملية يا بابا؟ عملية طيب؟ بسيطة العملية يا ابني. طب والفلوس اللي هتروح مننا لحد اللي احنا خلاص كنا هناخدوها؟ محدش يجيب سيرة على الفلوس دي خالص. يعني هنرجع شحاتين تاني يابا؟ هتبقى موتة وخراب ديار. محدش يجيب سيرة على الفلوس دي خالص. فاهمين ولا لا؟ العملية بسيطة خالص. أنا من بكرة هلبس هدوم أمكم وهنزل العملية. فاهمين؟ اللي انت شايفه اعمله يابا. طب الموضوع اتكشف يابا. مش هيتكشف ولا حاجة، أنا مرتب كل حاجة. انا خايف يابا، انا خايف. ما تخافوش. ربنا يستر، ربنا يستر يابا. ما كانش يومك يا ابو كحل. ما تخافوش يا كلب، ما تخافوش. من بكرة أنا هعمل كل حاجة. فاهمين ولا لا؟ امين يابا، امين. اللي انت شايفه اعمله يابا. ايه يا دكتور حافظ؟ خدرت المريض؟ خدرت المريض بس زي ما انت شايف ده راجل مش واحد. راجل؟ طب احنا هنعمل ايه في المشكله دي دلوقتي؟ انا ما اعرفش غير ان في حاله تخدير. طب احنا نكلم رئيس القسم. كلمه. الو. ايوه يا دكتور. ايوه هو ده اللي حصل فعلا. خلاص ماشي يا دكتور، تمام. نفذ العمليه يا دكتور حافظ. تمام يا دكتور. يا حته مني. شد حيلك يابا. يا عم يا عبد ربنا يابا، شد حيلك. لا مش عند ربنا، ده في المستشفى. الله يرحمه يابا، الله يرحمه. انا يا حاج والرحمه يا حاج. ايه مالك انا والرحمه يا حاج. عند ربنا يابا. ربنا. شد حيلك يابا، شد حيلك. في المستشفى.